وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور أثناء البطولة في لحظة مأساوية، لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. يوسف محمد كان يشارك في سباق 50 متر ظهر، وخلال القفز في حوض السباحة سقط فجأة إلى الأسفل، وتدخل المنقذون ومسؤولو الإسعاف فورا لإخراجه، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي الإسعافات. رغم كل جهود الطاقم الطبي، أعلن وفاة يوسف بعد ساعات قليلة. الاتحاد المصري للسباحة نعى الفقيد وأعلن الحداد لمدة 3 أيام حدادا عليه. هذه الخسارة تلقت صدمة كبيرة من مجتمع السباحة، خاصة أن يوسف كان من المواهب الواعدة في فئة الناشئين، وكان مستقبله المبشر يثير آمال كثيرين. رحل يوسف محمد قبل أن يمنحه الزمن فرصة لإكمال حلمه في حوض السباحة، لكن ذكراه ستبقى حاضرة في قلوب من عرفه. اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.